النسر الأهلاوي فرم الترجي التونسي، مقدمه الأروع من إبراهيم فايق. الأهلي حطم التاريخ، حطم الرقم القياسي. قبل ما نبدأ لا تنسوا الصلاة على النبي والاشتراك بالقناة. النهارده الاهلي عمل واحده من امتع المباريات اللي ممكن تشوفها، والاهلي في رادس متخصص يكتب حكايات بريشه فنان. في حلويات كانت بتحصل النهارده، في ماتش كوره وجيم بيتلعب عظيم، في خروج بالكوره منمق ومنظم، في فريق كبير اسمه النادي الاهلي النهارده موجود، حد من اكبر الفرق الافريقيه في القاره. الاهلي ايوه هقولها، ايوه الاهلي يا ساده فيما تلقى فيما سبق 4 هزائم وخساره واحده. الارقام لصالح بابا الشغلانه، الارقام لصالح الاهلي بكل ما تحمله الكلمه من معنى. نسر الاهلي اليوم افترس الترجي التونسي. الاهلي كان مميز لانه كان جاهز، ولما اقول لك كده هعرف ارد على اجزاء كتيره هتقول انه ما اصل انا هقرا لك الكتاب، هقرا لك، انا جاي لك من المستقبل وهقول لك اللي هيتقال. خلاص، ما في ناس وظيفتها لا تقرا ماتش ولا تقرا تكتيك، وظيفتها تعمل ايه؟ تقلل من اي شيء انت بتقدمه في كرة القدم. ليه؟ علشان لما امشي خالف تعرف الناس تقول الله اي حاجة ماشية، بس الكلام ده في الطخ يعني. فانا جاي لك من المستقبل وبقول لك ناس هتقول لك اصل الترجي ضعيف، ولكل نقطة هنرد عليها. واصل الترجي منقوص العدد واللاعبين، واصل الترجي بدون جمهور، واصل واصل واصل. والهدف ان هو يقول لك ان اللي عمله الاهلي في مباراة اليوم ولا حاجة، علشان خاطر الاهلي يعني ما قدمش حاجة. ولكل شيء زي ما بقول لك له الرد. بتقول لي الترجي ضعيف، فاسالك سؤال: وصل الى نصف النهائي ولا ما وصلش؟ وصل. لديه من التاريخ والذاكرة في التعامل مع مثل هكذا مباريات. في فرق ما بين انك بتتكلم في المباراة بعد المباراة وانك بتتكلم في المباراة قبل المباراة. فقبل المباراة انت عارف كويس انك هتقابل فريق كبير، ما تجيليش بعد المباراة تقول لي اصل هو بقى ماشي. ما هو الفريق اللي انت بتقول عليه ضعيف ده وصل نصف نهائي، والفريق اللي انت بتقول عليه ضعيف هو كمان بيتقال على الاهلي خد بالك ده كان خارج من دوري ابطال افريقيا. فلما يجي يوزن الوزن هيقول لك ما هو الناحية التانية ايه؟ الاهلي كان خارج اصلا، وفي ماتش غير ماتشه ما بين الهلال وصن داونز الاهلي عاد واصبح لديه امال. بس الذكاء لكل من سيتولى هذه النوعيه من الردود الولا حاجه، الذكاء انك تعرف لما ترجع تقف على رجلك. غيرك ما عرفش يقف على رجله، فانت وقفت على رجلك. غيره وفي الرد على الجزئيتين التانيين اللي هم بتاع اصل الترجي منقوص العدد واصل الترجي بدون جمهور. وانا ابقى فريق كبير امتى؟ كنت في الملعب اسد. وانا كنت عامل ايه في الملعب؟ كنت عامل ال100% بتاعتي.